كان هناك شاب يعيش حياة مليئة بالتحديات والصعوبات، لكنه كان دائما متمسكا بإيمانه وقربه من الله. كان يدعو الله بإخلاص ويناجيه في كل صلاة. في يوم من الأيام قرأ حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعزم على تطبيق تعاليمه. بدأ في دعاء واحد كان يسرده بعد كل صلاة بحرارة وإيمان صادق: اللهم اجعلني مع النبي في الجنة. كان هذا الدعاء يلامس قلبه ويعطيه الأمل والقوة على مواصلة تحديات الحياة. مرت السنوات والشاب يزداد تمسكا بدينه ويدعو بنفس الدعاء، حتى جاء اليوم الذي وافته المنية فيه. وفي حلم جميل بعد وفاته رأى نفسه في مكان مليء بالنور والجمال، ووجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويقول: لقد استجيب دعاؤك، وهنا أنت معي في الجنة. استيقظ أهله من الحلم بمعرفة أنه في مكان أفضل، وعلى الرغم من الحزن على فقده، إلا أنهم وجدوا السكينة في معرفة أنه قد تحققت أمنيته برفقة النبي في الجنة. الشاب وكان تأثير دعائه وإيمانه الصادق سببا في تحويل حياته إلى قصة ملهمة لكل من يعرفه.